ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حلقه جديده في كورسنا ال HTML. النهارده ان شاء الله هنبدا الشغل الفعلي فعلا في كورس ال HTML بتاعنا، وهنبدا ننشئ اول صفحه عندنا، وهنكتبها يعني الستاندرد فور بروجرامرز اللي عند المبرمجين. الصفحه المفتاحيه او الصفحه الرئيسيه لاي موقع بتبقى اسمها اندكس، فاحنا هنسميها اندكس اتباعا يعني لمقوله المبرمجين او اجماع المبرمجين على الاندكس او اسم الاندكس، اسم الفايل بتاع ال HTML اندكس دوت HTML. ممكن تسميه دوت HTML بس يفضل انك تسميه HTML برضو اتباعا للاشهر يعني. النهارده هنبدأ بأول حاجة عندنا في صفحة ال HTML، وهي الدوك تايب. الدوك تايب بتبقى عبارة عن تاج كده، بنكتبه بالشكل ده. بنفتح العلامة دي، بعد كده بنعمل علامة الاستفهام، نعمل بقى الابر كيس. هو مش شرط طبعا، بس هو يعني يفضل دوك تايب. بعد كده تكتب HTML، بعد كده تقفله. دي بتعمل ايه بقى بكل بساطة؟ النهارده اصلا الفيديو محوره على الدوك تايب دي. الدوك تايب بكل بساطة، لما انت مثلا لما انت بتعمل الموقع بتاعك، لو افترضنا انك ما حطيتش الدوك تايب دي وعملت الموقع بتاعك بالكامل وانشأته، فانت لما الموقع ده بيوصل للبراوزر او زي جوجل مثلا، جوجل كروم، او زي اوبرا او اي حاجه انت تستخدمها، المشكله ان هو بياخده، ما ممكن يبقى في مشاكل، هو ما يعدهاش او ما يفهمهاش، وهو ما يعرفش الفيرجن اللي انت بتستخدمه ايه. فانت لما بتحط له دوك تايب HTML، فانت بتعرفه بكل بساطه انه هيستخدم الفيرجن HTML5. النهارده اصلا لو بيستخدم بكثره ال HTML5، او يكاد اصلا يكون هو اللي بيستخدم. حتى انت لو شفت كتبنا ايه HTML بس، هو الطبيعي بتاعه ان احنا بنستخدم HTML5. فانت لما بتحط له دي، حتى بيعرف يتعامل مع الستايلات ال HTML وال CSS بشكل افضل. فانت بما انك حطيت له حاجه زي كده، حتى كمان ممكن تكون عندك extensions بيتعاملوا مع كود ال HTML ده، بيحسنوا فيه حاجه، مثلا extension انت منزله من جوجل كروم ولا حاجه، بيتعاملوا مع ال HTML5 بس. فانت عشان تخلي الموقع بتاعك يبقى اكبر مده ممكنه من غير ما تحصل اي bugs، او الباجز دي اللي هي مشاكل يعني، لازم تعرف بس في البدايه كده ان الباجز دي، البج مش البق. هو عندنا في مجتمع المبرمجين البج هو الايرور. فانت عشان تمنع من حدوث اي بج في اقرب وقت ممكن، تحط له الدوك تايب HTML عشان تعرفه ان هو احدث اصدار من ال HTML5، وتعرف تستخدم مميزاته كلها. بس كده. وحتى انت لو لاحظت، لو احنا عملنا كده، حتى اصلا هو معرف لوحده ان لو احنا عملنا كده هتلاقي عامل حتى علامة ال HTML من غير ما نحط امتداد. ليه بقى؟ لانه ادرك ان ده هيبقى HTML خلاص. ولو لاحظت الايكون هتلاقي عليها 5. فده كمان يدل على ان حتى الاي دي اي اللي احنا بنستخدمه الكود اديتور، هو ادرك ان احنا اللي هنكتبه ده HTML5. فانت عشان زي ما قلنا كده، لو عايز تخلي الموقع بتاعك احسن ما يمكن، ويقلل من المشاكل اللي هتقابلك في الموقع بتاعك، ويحسن لك من اداء الموقع، فانت يفضل انك تكتب دوك تايب HTML. هو الدوك تايب دي اختصار لدوكيمنت تايب HTML. هي كلمة بسيطة بتكتبها في أول الملف بتاع ال HTML بس مميزاتها كتير جدا. دي كان أحد مميزات الدوك تايب HTML. وبس كده، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.